طبعا انا اللي يهمني في المقام الاول والاخر مباراه نهائي الكاس، ده اهم حاجه واهم مرحله واهم محطه لجوميز واللعيبه الجديده، لان كل واحد عايز يثبت انه كان فعلا صفقه كبيره. يعني شفنا ناصر ماهر لعيب كبير بيبان من لمسته، عبد الله السعيد ما حدش يختلف عليه. المفروض زيزو بقى ياخد مكانه صح في اليمين ونشوف انطلاقاته. مصطفى شلبي اللي بيضيع كتير، مين اللي هيلعب؟ ممكن في لعيبه كتيره جدا من الصفقات الكتيره دي ممكن توظفها مكان مصطفى شلبي. مين راس حربه نادي الزمالك؟ سيف الدين الجزيري بيضيع كتير. ناصر منسي ماشي وانا بقول يمشي. عندك اكينولا، انت عندك اكتر من لعيب المفروض تبيعهم وبثمنهم تجيب لعيب كبير. انت محتاج راس حربه جامد، راس حربه هجام. نادي الزمالك محتاج راس حربه جامد قوي يا جماعه الفتره اللي جايه. فنتمنى في يناير نشوف بقى راس حربه جامد. انت تغربلهم كده تشوف. انا بقول سيف الدين الجزيري يلعب 10 ما يبقاش 9، بيتحرك حلو بينزل تحت حلو، لكن بيضيع كتير ولعيب بيضيع كتير، ودي مشكله كبيره جدا. وكور سهله مش كور صعبه. فانت محتاج اكينولا محطه، الراجل ده ما بتلعبش عليه، وحتى ما بيبقى موجود ما حدش بيلعب له. فنادي الزمالك الفتره اللي جايه حلو انك انت بتتصدر المجموعه، بس انا بتكلم ابو سليم ولا اولاد ابو اسماعيل اللي انت كنت بتلعبهم دول كلهم، مع احترام ما تقدرش تقيس مستواك عليهم، فرقه ضعيفه جدا. الطبيعي انك انت تكسبها، فرق شاسع جدا ما بين السماء والارض انك دي لعيبه تحكم عليها. لا بالعكس، انت مستواك اجمد من الناس دي بكتير، انت مستواك اعلى من الناس دي بكتير. فنادي الزمالك رايح على فين؟ نتمنى طبعا التوفيق مع مدرب كبير مع لعيبه جديده محتاجه تاخد وقتها وتاخد فرصتها. نادي الزمالك الفتره اللي جايه ان شاء الله ده اهم ماتش، انا وجهه نظري ماتش هيغير شكلك الموسم كله. ماتش نهائي الكاس يا جماعه، ازاي هتلعبوا؟ النادي الاهلي عنده استقرار، عنده فرقه جاهزه، عنده فرقه بتاع حافظه اماكنها، عنده ممكن مشكله تواجهه في قلبي الدفاع بعد اصابه ياسر ابراهيم، ده مش هيكون موجود، وده لا دور مؤثر جدا. ياسر ابراهيم جنب محمد عبد المنعم بيفرق جدا. محمد عبد المنعم من غير ياسر ابراهيم مش هو نفس محمد عبد المنعم. مين اللي هيلعب؟ عمر كمال عبد الواحد ولا مين اللي هيلعب؟ مش فارقه معانا. انت هتلاعب فرقه مع احترامي الشديد حتى عندهم راس حربه، اكتر من راس حربه لسه ما فيش استقرار ما بين موديست ولا كهربا ولا اسامه ابو علي. فالنادي الزمالك المفروض الفتره الجايه دي بقى نشوفه. اتمنى ان جوميز يقدر يقف على التشكيله الاساسيه. وعايز اقول لكم على حاجه، كتر التغييرات مش حلوه. انت اعرف قماشتك، اعرف اللعيبه اللي معاك، اعرف الطريقه اللي هتلعب بيها، اعرف امكانياتك وقدراتك عشان توظف صح، لان انت لو وظفت صح هتقدر تتعامل مع اللعيبه صح، هتقدر تغير امتى، هتقدر تعرف البديل معاك من الاساسي من الاحتياطي. وخصوصا ان انت عندك لعيبه اصحاب خبرات زي عبد الله السعيد زي ناصر منسي زي اللعيبه اللي انت جبتها دي كلها. يا جماعه نادي الزمالك ان شاء الله ان شاء الله مع اللعيبه دي، بس نتمنى بس مرتضى منصور ربنا يكفينا شره ويبعد عننا بحلو وبمره. مش عايزين نشوفه تاني ولا نسمع اسمه ولا نشوفه في اي حته. احنا حاليا مع المجلس مع 4 سنين ياخد فرصته، نجحوا نقول لهم مبروك، ما نجحوش عادي يطلع نهاجم. كل حد واخد فرصته يطلع يتهاجم، لكن مش معقول يا جماعه من 2000 الى الان نادي الزمالك ما عندوش استقرار مع احترامي الشديد. وسمعنا كلام كتير. هل الناس ما بتردش على مرتضى علشان ان مرتضى هو مثلا ما حدش يخليه؟ يعني انا مع احترامي الشديد بحس ان يعني مش عايز اشبه برضو مهما كان يا جماعه، انا الواحد متعود على الاحترام، يعني بترمي له كده كلمه ويطلع يعني يطلع يرد عليك، فبلاش انت. لكن عايزين نعرف، انتوا بتقولوا ان نادي الزمالك كان عليه مليار جنيه مديونيات، عايزين نعرف دي في عصر مرتضى ولا لا، بالورقه والقلم، وكل واحد يتحاسب يا جماعه. اذا الراجل ده غير تطلعوا حاسبوه، اطلعوا قدموا، اطلعوا ارفعوا قضايا، اطلعوا لو انتوا فعلا عند اصحاب حق ولقيتوا النادي غرقان اطلعوا قولوا. الكلام ده لازم يتحسب، عشان في ناس كتير مع مرتضى فاكر ان الراجل ده يعني ياما هنا ياما هناك. عايزين نعرف فلوس امام عاشور راحت فين؟ الفلوس دي الصفقات دي كلها جت ليه؟ وليه في شركه واحده اللي جابت اللعيبه دي كلها؟ وايه علاقه احمد مرتضى وامير مرتضى بالصفقات دي كلها؟ عايزين نعرف ده كله. فنادي الزمالك الفتره اللي جايه دي محتاج محامي يشتغل. احنا اللي عاجبني ان مجلس الاداره ما بيطلعش كتير، ما بيتكلمش كتير، ما بيظهرش زي حتى مرتضى طول ما موجود كان بيطلع في وسائل الاعلام، حتى بعد ما مشي كمان عمال يطلع كل يوم. فانا مش عارف الراجل ده يعني ايه اللي عايزه. يعني هو لازم الشو ولازم انا النجم ولازم انا اخد اللقطه؟ ما ينفعش. ده الراجل رجله يعني مع احترامي الشديد العمر الطويل يعني خلاص بلغ من العمر، يعني من العتيه يعني خلاص كبر، فالمفروض يبعت بقى خلاص كفايه. انت عايز شهره ايه تاني؟ حتى ما عادش في العمر ما عادش يعني كفايه بقى. خلي الناس تدعي لك، خلي الناس تقول افتكر اخرتك كده، الايام خلاص الايام معدوده، فاقعد كده وركز وقول يا رب وروح اعمل عمره وروح حج وفكر بقى في الايام اللي باقيه من عمرك، وسيب نادي الزمالك في حاله. وكل واحد يا عم له ما له وعليه ما عليه. اذا المجلس اللي موجود ده، وانا بقولها لك اهو، اول واحد هيهاجمه اي حد يهاجمه. احنا عندنا نادي الزمالك اهم من اي مجلس.
فنتمنى التوفيق لنادي الزمالك الفتره الجايه، نتمنى الاستقرار، نتمنى التوفيق لجوميز انه يقدر يقف على التشكيله الصح، التغييرات، البدايل، التوظيف اللاعبين، لان احنا عندنا برضو في الفتره اللي جايه اتمنى المجلس الاداره يكون مركز ومجهز مين الصفقات اللي هتمشي، لان انت عندك لعيبه كتير لازم تمشي الفتره اللي جايه، منهم يعني اسامي ممكن ناصر منسي، عندك رؤى، عندك في لعيبه كتير قوي ممكن تمشي الفتره اللي جايه، ممكن سيف الدين الجزيري، ممكن سامسون اكينولا. المهم يبقى اللي موجود لازم تستفاد منه، ما يبقاش عندك لعيب في معاك متسجل ومش قادر تستفاد منه. اذا عجبك الفيديو لايك شير كومنت. سلام.